حياة الشعوب حكايات وقصص كتير بتشكل وبتعكس ثقافتها وحضارتها وتاريخها. النهاردة احنا معانا الأغنية، معانا الفن، معانا الأصالة. معانا واحد قال: مال القمر ماله ما جيناش على باله، أهو اللي متربي على العز يا ربي يعمل كده فيا. عارفين مين اللي قال الكلام دون؟ اللي قالها الموسيقار محمد فوزي. قصته قصة جميلة جدا نعرفها بعد الفاصل. محمد فوزي عبد العال الحو اتولد سنة 1918. والده كان بيحب انه يطلع ابنه يتعلم القرآن، فدخله فعلا كتاتيب وعلمه القرآن، لكن الابن كان عنده أذن موسيقية رهيبة. كان ساعات يهرب ويروح الموالد يسمع ويغني. الراجل دون هو الموسيقار محمد فوزي. محمد فوزي يمكن كان ليه أسلوب جميل جدا وأضفى على حياتنا الفنية طابع خفيف، طابع اسمه السهل الممتنع. الناس كلها كانت تحب تسمع موسيقاه، وأول ما يسمعوا الموسيقى دي يقولك دي موسيقى محمد فوزي. برع كتير قوي في ألوان الطفل، عمل أغاني الطفل، عمل ذهب الليل وطلع الفجر، عمل الدويتو، عمل شحات الغرام مع ليلى مراد، عمل كتير جدا. نقدر نكمل بعد الفاصل. لما قامت ثورة 1952 محمد فوزي وقف وقفة قوية ووطنية مع الثورة، وشارك في القطار دون كان اسمه قطار الرحمة، وكان بيجمع تبرعات للجيش وللمصابين. بعد كده محمد فوزي يمكن لما طلعت النية عند الحكومة إنها تمصر الشركات، أول من بادر في تغيير النشاط محمد فوزي وعمل شركة اسمها مصر فون. عمل الشركة دي وأنتج اسطوانات كانت بتتباع الواحدة ب35 قرش، 35 قرش. يمكن عمل نوع من الاسطوانات حتى كمان غير قابلة للكسر. لكن للأسف بعد ما تأمم كثير من الشركات أصيب محمد فوزي بهذه اللعنة، وهي لعنة التأميم، وأممت مصر فون، بالرغم من إن في فنانين تانيين كانوا عملوا نفس المشروع زي مثلا صوت الفن بتاعت عبد الحليم حافظ، ولكن محمد فوزي أممت الشركة بتاعته واتغير التعامل معاه، حتى إنه مرة راح الشركة لقى ان في واحد يمكن قاعد على مكتبه. الواحد ده كان كفيف، فقالوا له ان ليك مكتب تاني. المكتب التاني ده كان بتاع مين؟ كان بتاع الساعي اللي بيقدم لمحمد فوزي في يوم من الايام الشاي والقهوة. تعالوا نكمل بعد الفاصل. محمد فوزي ما قدرش يستحمل اللي حصل ده، نفسيته اتدمرت، روح البيت، لكنه في خلال أسبوع شعر بآلام شديدة وحادة في بطنه. الحقيقة الأطباء فشلوا وعجزوا عن تشخيص المرض دون، وحتى قالوا إن المرض دون أصيب فيه 10 بس، 10 في العالم. تخيلوا 10 في العالم أصيبوا في الوقت دون بنفس مرض محمد فوزي. محمد فوزي يمكن حياته العائلية محدش يعرفها كتير. هو يمكن ارتبط بزيجات 3 مرات في حياته. ارتبط بالسيدة هداية في بداية حياته وأنجب منها 3 أطفال، ثم ارتبط بالفنانة والممثلة مديحة يسري، ولكن انفصلوا بعد فترة قصيرة نتيجة شعورها بالغيرة عليه. بعد كده ارتبط في آخر زيجاته بالفنانة الممثلة كريمان، ودي كانت بتلقب في وقت من الأوقات بفاتنة المعادي. محمد فوزي بدأ في آخر أيامه، وصل لمرحلة هزال جسدي
رهيب، ولكن لم يجد سوى الورقة والقلم إنه يكتب وصيته. إحنا مش هنقول الوصية كلها، لكن هنقول مقطع منها. قال إيه محمد فوزي؟ تحياتي لكل طفل أسعدته ألحاني، تحياتي لبلدي، وأنا لا أريد أن أدفن اليوم، أريد أن أدفن باكر يوم الجمعة. وبالفعل توفى محمد فوزي عن عمر يناهز 48 عام. حكاية أخرى نلتقي فيها مع حكايات من زمن فات.